بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مشاهدي الأكارم، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم في برنامجكم رسالة سلام. اليوم بمشيئة الله سنتناول موضوع يسر الشريعة وسماحتها من خلال شهر رمضان المبارك. هذه الشريعة في حد ذاتها هي فيها اليسر والسماحة. فمثلا بعد أن ذكر ربنا سبحانه وتعالى أحكام الوضوء فقال: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا وإن كنتم مرضى أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. ومن هذه الآية تبين لنا أن الله يريد بنا الخير ويريد بنا رفع الحرج، فيريد أن يسهل لنا، فكأنما ثمة أمور غيبية نحن لا نعرفها يعلمها الله عز وجل، هي لنا خير من خلال هذا الوضوء اليومي الذي نحن نستخدمه. وإذا لاحظنا أن الوضوء وهو رفع الحدث الأصغر نستطيع أن نؤدي به عدة صلوات، ولا يلزمنا أننا نعيد لكل صلاة وضوءا. هذا يظهر لك أيضا من خلال هذا الأمر يسر الشريعة. فإذا كنت ممن يتحمل عدم دخول دورات المياه لفترات طويلة فإنه يجوز لك أن تصلي بوضوء الفجر والظهر والعصر والعشاء، كما حدث ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وهنا يتبين لك يسر الشريعة، أنها وإن كانت قد أمرتك برفع الحدث بالوضوء فإنها أيضا يسرت لك أن بهذا الرفع من الحدث تستطيع أن تؤدي به عدة عبادات، في حين أيضا أنك كلما أيضا جددت الوضوء جدد الله لك ما يحصل لك من الفضل ومن الثواب ومن المغفرة من خلال أداء الوضوء. هذا إذا تحدثنا عن الوضوء. فإذا تحدثنا عن الصلاة ورأينا أن أيضا الصلاة فيها يسر كبير في الشريعة وفيها خير كثير لبني آدم، فالصلاة هي الصلة بين العبد وربه، وهي غذاء للروح التي هي من السماء. فهذه الروح التي تتغذى بالصلاة والطاعة والاستقامة لله عز وجل أمرنا الله سبحانه وتعالى أن نؤدي 5 صلوات في اليوم والليلة، ثم يسر الله لنا في هذه الصلاة من حيث الأوقات أننا نؤدي الصلاة في أول وقتها، وجعل لنا للصلاة وقتين: أول وقت وآخر وقت، وهذا أيضا من التسيير. وفي السفر الله سبحانه وتعالى وضع عنا في صلاة العشي نصف الصلاة، فالظهر والعصر والعشاء نصليهما ركعتين قصرا، كما أن الله يسر لنا سبحانه وتعالى أن نستطيع أن نجمع في السفر جمع تقديم وجمع تأخير، وهذا أيضا من اليسر في الشريعة.
وكذلك في السفر أسقط الله عنا كل النوافل عدا ركعتي الفجر وصلاة الوتر. هنا نلاحظ كيف أن الشريعة الإسلامية هي شريعة سمحة، بالفعل هي في مقدور الخلق وليس فيها أي تضييق على الإنسان أبدا، بل حتى المريض الذي لا يستطيع أن يصلي قائما جاءت الشريعة بقوله صلي قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنبك. إذن هذا أيضا فيه وجه من وجوه التسيير والسماحة للشريعة الإسلامية في الصلاة، فأنت تؤدي الصلاة على قدر استطاعتك، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وإذا جئنا إلى الزكاة أيضا، فإن الزكاة في مالك رغم أن هذا المال هو مال الله تبارك وتعالى لم يأخذ الله منه إلا الشيء اليسير، في حين أيضا أن هذا الشيء اليسير هو في الحقيقة خير لك، لأنه ينمي مالك ويزكيه ويطهره. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. وإذا كان عندك مال من الثروة الحيوانية، فإن جبات الزكاة محذور عليهم أن يأخذوا كرائم مالك، لا يأخذون الولود الحلوب، وإنما يأخذون الوسط. كل ذلك حتى أنت لا تتضرر. انظر كيف يسر هذه الشريعة وحرصها عليك. وإذا أخذ منك أيضا في الذهب والفضة فإنه يأخذ ربع العشر، يعني 2.5% فقط، ويترك لك 97.5%. هذا لك، يعني من ملكك 97.5% هو هذا لك، تتمتع به أنت وأهل بيتك، ويأخذ منك فقط 2.5%. جدا قليل لك، لا يكاد يذكر حينما تنفق هذا. وهذا القليل الذي تنفقه في سبيل الله في الحقيقة هو كما قلت لك طهارة لمالك، زكاء لمالك، ونماء أيضا. ما نقصت صدقة من مال، كما صح ذلك عن رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم. نأتي أيضا إلى شهر رمضان وصوم شهر رمضان، هو حبس النفس عن الطعام والشراب والجماع. بلا شك هذا فيه مشقة، ولكن في طياته خير كثير وثواب عظيم، وفيه مصالح جسدية وفيه مصالح روحية أنت لا تعلمها، يعلمها الذي خلقك. ولذلك أمرك أن تؤمن به وأن تستجيب له حتى تكون من الراشدين. ولا أدري ما علاقة الصيام بالتقوى والرشد. سبحان الله، والله تعالى يقول فليستجيبوا لي، يعني إلى موضوع الصيام والدعاء والاستقامة، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي. والإيمان هو الاحتساب عند الله عز وجل، حينما أنت تصوم إيمانا واحتسابا كما أمرنا رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم. فتأمل حينما يقول لك فليستجيبوا لي، يعني أنت تقول سمعنا وأطعنا وتصوم، وليؤمنوا بي، ثم يقول لك لعلهم يرشدون. سبحان الله، ما علاقة هذا بهذا؟ فانظر إلى أنك إذا أطعت الله وصمت ودعوت الله فإنك تصل لمرحلة الرشد، والرشد هو كمال العقل، والرشد يؤدي بك إلى التقوى، لأن العاقل لا يمكن يضع نفسه في الهلاك. ثم أيضا هذا الصوم جعله الله عز وجل يسرا، وفيه اعتبار لأهل الأعذار. فإذا أنت
كنت مثلا مريضا فإنه يقول لك فعدة من أيام أخر. وإذا كنت مسافرا أيضا سفرا تقصر فيه الصلاة أو سفرا يكون عرفا لدى أهل العلم والفقه وعرفا أيضا لدى الناس بأن هذا سفر جاز لك أن تفطر فيه، جاز لك أن تفطر فيه ثم تقضي. إذن المريض يفطر والمسافر أيضا يفطر. فعلى تفاصيل أهل العلم فيما ذكروه في المريض، هل مرضه يرجى برؤه أو لا يرجى برؤه. وأيضا في هذا يسر، إذا كان المرض يرجى برؤه فعليه القضاء فقط، عليه القضاء وليس عليه أي كفارة. وإذا كان لا يرجى برؤه فليس عليه القضاء وإنما عليه الكفارة فحسب. وكذلك من يسر هذه الشريعة أن الله أسقط الصيام عن الحائض، لأن الحائض يخرج منها دم الحيض فيضعفها ويضايقها وتكون في حالة غير عادية. فبالتالي كان من سماحة هذه الشريعة ومن يسرها أنها وضعت الصوم عن الحائض وأوجبت عليها القضاء حينما تطهر. وكذلك أيضا من أهل الأعذار الذين أسقط الله عنهم الصيام الحامل والمرضع، إذا خافتا على ولديهما جاز لهما الفطر مع القضاء، وبعضهم يقول مع الكفارة إذا نظروا إليهما بأنهما حكمهما حكم المريض، فيجب عليهما الإفطار والقضاء مع الإطعام والكفارة، وبعضهم لا يوجب. وهكذا سماحة هذه الشريعة في تسيير الأمور. ولذلك هذا يتبين لنا معنى قوله تعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. هكذا هذه الشريعة الإسلامية جاءت باليسر، ولم تأتي الحقيقة بما يجعل للإنسان حرج، فليس هناك حرج ولا ضيق. ولذلك خرج العلماء بعد أن استقرأوا نصوص الكتاب والسنة قالوا بقاعدة: المشقة تجلب التيسير، المشقة تجلب التيسير. فكل ما كان في شيء فيه مشقة مباشرة ينزل إلى درجة التيسير، ولله الحمد. وتأملوا معي إلى هذا الحديث العظيم الذي يرويه الشيخان وغيرهما في رجل ارتكب إثما كبيرا في نهاية رمضان، هذا الإثم يستوجب عقوبة الله عز وجل، وهو كبيرة من كبائر الذنوب، ألا وهو الجماع في نهاية رمضان. الجماع في نهاية رمضان يفسد الصوم كله، يوصف الصوم كله. يعني الذي يجامع أهله وهو صحيح مقيم بغير عذر شرعي يكون قد انتهك حرمة هذا الشهر. فجاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، هلكت. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: وما أهلكك؟ قال: وقعت على امرأتي في نهار رمضان. تأملوا، هذا الرجل بالفعل هو حكم على نفسه أنه هلك، والهلاك هو والعياذ بالله الضياع، وهو والعياذ بالله العذاب، نسأل الله العافية والسلامة. وأقره النبي صلى الله عليه وسلم
على هذا الهلاك. انظروا لما قال هلكت قال وما أهلكك؟ قال وقعت على امرأتي في نهاية رمضان. فأقره النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الهلاك ولم ينفه عنه، إلا أنه انتقل صلى الله عليه وسلم إلى البحث عن ما يمحو هذا الإثم وهذه الكبيرة العظيمة. لذلك لما رأى هذا الرجل قد حضر إلى مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم تائبا خائفا مستغفرا يبحث عن المخرج، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: هل تستطيع أن تعتق رقبة؟ وذلك حتى يتخلص من هذا الإثم الكبير الذي تعلق في ذمته، حيث أنه انتهك حرمة رمضان. فقال الرجل: لا، أي لا يستطيع أن يعتق رقبة لأنه كان فقيرا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: فهل تستطيع أن تصوم 60 يوما شهرين متتابعين؟ فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال الرجل: يا رسول الله، ما أوقعني في هذا إلا الصوم، يعني الصوم هو الذي أوقعني، فلا أستطيع أن أمتنع عن أهلي 60 يوما شهرين كاملين. وفي بعض الروايات قال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما الذي حملك على هذا؟ فقال: رأيت خلخالها كضوء القمر، رأيت خلخالها كضوء القمر، فلم يتحمل. في بعض الروايات قال: فوثبت عليها وثبة الأسد. إذن هو شاب فيه عنفوان الشهوة، لم يستطع أن يتحمل فوقع على امرأته، فلا يستطيع إذن أن يصوم. فانتقل النبي صلى الله عليه وسلم على الترتيب وليس على التخيير، انتقل للدرجة الثالثة، وهي قال: فهل تستطيع أن تطعم 60 مسكينا؟ قال الرجل: والله يا رسول الله لا أملك ذلك، لا أملك ذلك. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إذن ابقى معنا حتى تأتينا الصدقة فنصرفها لك. فجاء رجل من الأنصار بعرق من التمر، والعرق هو نوع من أنواع الأوعية كالزنبيل أو كالذي مثل أيضا الذنوب، المهم نوع من أنواع الأوعية التي كان يحمل بها التمر، وكان هذا التمر يكفي ل60 مسكينا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: خذ هذا وأطعمه 60 مسكينا. فقال: يا رسول الله، أطعمه على أفقر مني؟ والله ما بين لابتيها رجل أفقر مني يا رسول الله. ومعنى لابتيها أي حرتي المدينة، لأن المدينة المنورة تتكون من 3 حرات: الحرة الشرقية والحرة الغربية والحرة الجنوبية. فهو تكلم عن الحرتين الشرقية والغربية لأنهما أشهر من الحرة الجنوبية، أشهرتا يعني. فقال للرجل: والله ما بين لابتي، لا يوجد أحد في المدينة أفقر مني. فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: خذه وأطعمه أهلك. فرجع الرجل بفرح وسرور، وقد غفر الله له ما ارتكبه من انتهاك في شهر رمضان، ووجد لهذا الموضوع حلا. وهنا في هذا الحديث الحقيقة عدة فوائد كثيرة جدا، ربما هذا المجلس لا يستطيع أن يحصيها، يعني فوائد فقهية وفوائد اجتماعية وفوائد روحية. أما الروحية فإن هذا الرجل جاء وهو قد شعر أنه ارتكب إثما عظيما، وكم من الناس اليوم يرتكبون من مثل هذا ولا يشعرون بالإثم، وهذه والله مصيبة لأن الإنسان يقع في الحرام ولا يشعر بإثم، دليل على أن قلبه ميت. فقبل أن يحيا هذا القلب في الموت يوم القيامة
فعليه أن يحييه وهو هنا في الدنيا. فهذا الرجل أن قلبه حي، أن قلبه حي، جاء تائبا مستغفرا، تائبا مستغفرا، فروحه عالية بما أتاه الله سبحانه وتعالى من الطاعة والاستقامة. لما وقعت في الحرام تذكر إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. فآلمه هذا الذنب الكبير ولم يجلس في بيته متخفيا، أو لم يكن غير مبالي، كلا بل أحرقه في نفسه وجاء تائبا مستغفرا يبحث عن الحل. هذا الجانب الروحي غاية في الأهمية، ولذلك لم يحتج النبي صلى الله عليه وسلم أنه يذكره بالتوبة والاستغفار، وإلا فمن وقع في الذنب وارتكاب النهي أول شيء ينبغي عليه قبل الكفارة أن يتوب إلى الله، أن يستغفر، أن يشعر أنه ارتكب إثما عظيما وأنه انتهك وأنه أغضب الله عز وجل، عليه أن يحزن، ثم بعد ذلك يسأل ما المخرج، لأنه يكون قد كتب في صحيفة عمله أنه انتهك شهر رمضان، وهذا فيه وعيد شديد، كما صح عن رسولنا الكريم في صحيح مسلم أنه لما أخذه جبريل في المنام إلى كثير من المواقع، فمر على قوم كانوا يشدقون ويأتيهم اللهيب ويصرخون، فقال من هؤلاء يا جبريل؟ قال هؤلاء هم الذين كانوا يفطرون في نهاية رمضان بغير عذر، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فخلاصة الأمر أن كان هناك نوع شديد الألم من العذاب مخصص لهؤلاء، فالإفطار في نهاية رمضان يعتبر كبيرة عظيمة، ولا يستطيع الإنسان أن يقضي هذا اليوم ولو صام الدهر كله. نعم، هذا الجانب الروحي. مشاهدينا الأكارم، سنكمل بعد الفاصل ثم نعود إليكم. وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب، ثم قال الله جل وعلا ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون. يضيق صدره عليه الصلاة والسلام، وهذا من الإيذاء. في ناس في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فجار، يقول البر والفاجر. من الفجار اللي ممكن يقصد المنافقين؟ الله ما شاء الله. شايف عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه رجل ملهم. إيش يعني رجل ملهم؟ دائما توقعاته تكون في مكانها، هذا الرجل الملهم. قال الله جل وعلا أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين. خصيم مجادل. يجادل من يا إخواني؟ يجادل الله. برنامج من هنا نبدأ، برنامج تربوي إرشادي أسري، نعرف ما هو التصالح مع الذات، ما معنى التصالح مع النفس، كيف نحقق الشعور بالأمن النفسي في حياتنا. التصالح كذلك يعني نظرتي لنفسي، علاقتي مع أخطائي، كيف نتعامل مع ضغوطنا، كيف نتعامل مع حياتنا في الحاضر. هنالك كذلك مظاهر أخرى للتصالح مع الذات، وهي أن أتصالح مع مظهري بشكل الخارجي، والتصالح مع البيئة الاجتماعية. ما هي حاجتنا إلى الأمن النفسي؟ إلى أي مدى هذا الموضوع مهم؟ ما هو الطريق الصحيح الذي يجب أن نسلكه حتى نتصالح مع ذواتنا؟ لا تدع الوقت يمر من بين يديك،
دون أن تحاسب نفسك يوميا: هل صليت في جماعة؟ هل ابتعدت عن اللغو؟ هل تصدقت على فقير أو مسكين؟ هل قرأت وردك اليومي من القرآن؟ إياك أن تكون ممن أدرك رمضان ولم يغفر له. بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدي الأكارم، عدنا إليكم نكمل الفوائد المستنبطة من حديث الرجل الذي وقع على امرأته في نهاية رمضان. من الفوائد أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجامل هذا الصحابي لما قال هلكت، وافقه على أنه هلك بالفعل، أن هذا الإثم يؤدي إلى الهلاك ويؤدي إلى العذاب ويؤدي إلى غضب الله عز وجل، لأن الله تعالى قال ولا تتخذوا آيات الله هزوا، وقال ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه، ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. فشعيرة رمضان أمرها عظيم، فوافقه النبي صلى الله عليه وسلم ولم يجامل. هذه فائدة. ربما بعض الدعاة يجامل بعض من يقع في المعصية ويقول له إن الله غفور رحيم، أو إن الله سيتجاوز عنك، فعليك بكذا وكذا من الأمور التي تسهل عليه المعصية. كلا، النبي عليه السلام قال له وما أهلكك؟ قال وقعت على امرأتي في نهاية رمضان، فمباشرة انتقل صلى الله عليه وسلم إلى إيجاد الحل لرفع هذا الهلاك. الأمر الآخر أيضا لم يعنفه صلى الله عليه وسلم، صحيح أنه لم يجامله، كذلك لم يعنفه ولم يسبه ولم يشد عليه. فرجل جاء تائب، فالنبي عليه الصلاة والسلام استقبله أيضا وكان معه متسامح لحد أنه يبحث معه عن الحل، فاستقبله النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا أيضا ما ينبغي أن يكون عليه الدعاة في الشخص الذي يعترف بوقوعه في خطأ أو في إثم، فلا تكون عونا عليه على الشيطان، وإنما حاول أن تجد له حلولا ولا تقنطه من رحمة الله عز وجل. يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. فإذا كان مثلا قد أخذ حقوق الآخرين فتدله على أنه يجب عليه أن يعيد. إذا كان ارتكب شهوة من الشهوات بالحرام فتحاول أن تقول له تب توبة نصوحة، وعليك مثلا من الاستغفار والإقبال الأعمال الصالحة، إن الحسنات يذهبن السيئات. وإذا كان ارتكب إثما من مثل هذه الآثام التي يستوجب فيها الكفارة فتدله على ذلك. المهم أن النبي صلى الله عليه وسلم استقبل هذا الرجل، لم يجامله، وفي نفس الوقت أيضا لم يعنفه، وهذا من يسر الشريعة وسماحتها وصلاحها لأن تكون في كل زمان ومكان ومع كل الفئات أيضا ومع كل الفئات. هذا الرجل وقع، وكان هذا تعامل النبي صلى الله عليه وسلم معه. ثم أيضا قال له فهل تستطيع أن تعتق رقبة؟ انظروا، عتق رقبة جعله الله عز وجل في الكفارات، فمن ظاهر مثلا زوجته فعليه أول ما عليه أن يعتق رقبة، ومن قتل مؤمنا خطأ فعليه أول ما عليه أن يعتق رقبة مؤمنة. وهذا يدل أيضا على أن الشريعة لا تريد أن يكون الإنسان يستمر في الرق، أن يكون رقيقا تحت يد الناس، وإنما تريد أن يتم
الخلاص من رقه حتى يكون حرا وعبدا خالصا لله تبارك وتعالى. فمن هنا يتبين لنا إخواني حينما يقول النبي عليه السلام: فهل تستطيع أن تعتق رقبة؟ ولو كان هذا الرجل يستطيع أن يعتق رقبة لأعتق رقبة وجعلها حرة. ومن هنا كثير من الأثرياء الذين يقعون مثلا بقضاء الله وقدره في جريمة جماع أهاليهم في نهاية رمضان يجب عليهم أن يعتقوا رقبة، لأنهم ميسورين ويستطيعون أن يشتروا الرقبة وإن كانت ثمينة غالية فهي بالنسبة لهم لا شيء. وبهذا يكون تسبب هذه المعصية تسببت في عتق رقبة قدرها الله عز وجل القدر الكوني وتسببت في اعتاق رقبة. لو لم يحصل هذا لما كان قد حصل من عتق رقبة. وهذا معنى دقيق جدا لا يفهمه إلا من ضبط القضاء والقدر. فانظروا كيف الله سبحانه وتعالى شرع لنا من خلال الوقوع في معصية من المعاصي أو في مجموعة من المعاصي فيه عتق رقبة، وهو أيضا من مصلحة الإنسان وفيه السماحة واليسر. هنا يتبين لك أيضا أن الشريعة الإسلامية لولا الكفر بالله عز وجل لما شرعت شيئا اسمه الرق. الرق جاء بسبب الكفر، ولأن الكفر أكبر ذنب عصي الله به، فكان هذا الرق بأن يكون الشخص بسبب كفره وعدم إيمانه بالله عز وجل يكون عبدا مملوكا لدى المسلم. ما الحل؟ الحل هو عتق رقبة. فقال الرجل: لا أملك ذلك يا رسول الله. وهذا لا يملك، لكن كثير من الناس إذا كانوا يملكون لزمهم ذلك كما ذكرنا. ما انتقل النبي عليه الصلاة والسلام إلى الناحية الثانية، وهي هل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ هذا بلا شك فيه مشقة شديدة جدا، خاصة أن الشهرين المتتابعين مقصود بهما غير رمضان، ولا بد أن يكون الصيام متتابع لا يفصله إلا الأعياد فقط. يعني ممكن إذا صادف شهرين عيد الأضحى مثلا فيجوز لك الفطر، أما غير ذلك فإنه لو صام 59 يوما أو صام 58 يوما ثم أفطر فلزمه أن يعيد الصوم يستأنفه من جديد. هذه المشقة العظيمة هي تأديب للشخص حتى لا يعود في ارتكاب هذه المعصية. وكثير من الناس يقول بأنه لا يستطيع أن يصوم شهرين متتابعين، في حين قد يكون يعني جسده وقوته كشاب، وأيضا تحمله على عدم الطعام والشراب لمدة شهرين ممكن ذلك. فهذا يرجع إلى تقوى الإنسان ومخافة ربه. إذا كان يستطيع أن يصوم شهرين متتابعين ثم عدل إلى النقطة الثالثة هروبا من هذا الموضوع فإنه لا يجوز له ذلك، ولا بد أن يكون صادقا مع نفسه. وفي هذا الصوم فيه الخير الكثير، فيه الصحة والعافية، وفيه أيضا الطاعة، وفيه تربية النفس حتى لا تقع على المعاصي مرة أخرى، وفيه في الحقيقة. فهذه هي المرتبة الثانية. المرتبة الثالثة أيضا لاحظوا أن المرتبة الثالثة أيضا فيها مصلحة للغير، وهي أيضا إطعام 60 مسكينا. بسبب هذه المعصية ينتفع فيها الرقيق، وينتفع بها أيضا 60 مسكينا، وينتفع بها الشخص نفسه. فتخيلوا إذا صام شهرين كما قلت لكم يحصل فيه من الصحة والعافية والأجر والثواب والتمكين لنفسه الشيء الكثير والقربة من الله عز وجل. فصيام شهرين متتابعين أمر ليس بالسهل، فيه من الطاعة والاستقامة وسكون النفس وحبس الشيطان
وعدم تمكنه منه، كل ذلك هو من مصلحة الشخص، إنما أوجب الله عز وجل عليه فيه. والمرتبة الأولى والثالثة فيه مصلحة للغير. إذن فإنما نقرأ يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، فعلا يعني تجد أنه هو حقيقة على يسر هذه الشريعة وسماحتها يعود إلينا حقيقة بالخير والنفع الكثير. فقال له: هل تستطيع أن تطعم 60 مسكينا؟ فقال الرجل: لا يا رسول الله، لأنه فقير لا يملك المال الذي يجعل إطعام 60 مسكينا. وفي زماننا هذا من وقع في مثل هذا يلزمه 60 مسكينا، إطعام 60 مسكين أي ما يشبعه، يعني وجبة كاملة فيها مثلا من الأرز واللحم والخضار والسلطة والعصير والماء والفاكهة. هذه وجبة كاملة لشخص واحد تعتبر كفارة كاملة. منها من مثل هذه يتم العدد يكمل إلى 60 طعام، 60 وجبة. وممكن أيضا هذه 60 الوجبة تدفعها يوميا لمسكين واحد حتى يتم 60 يوما، ويمكنك أن تجمع أيضا مجموعة من الفقراء ويكون عددهم 60 في مكان واحد، كان يكون مسجد أو جامع أو صالة، تجمعهم 60 فقيرا فتطعمهم. ويمكنك أن تدفعه أيضا السلة الغذائية التي تكفي الأسرة ل60 يوما أو 65 يوما احتياطا، فتأكل الأسرة من هذا شهرين كاملين، ويعتبر هذا أيضا كفارة لهذه الجريمة الكبرى. كل هذا حدث، هذه الفوائد كلها استنبطت من هذا الرجل الذي قدر الله عليه فوقع في زوجته، ثم جاء تائبا مستغفرا، فكان هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولما كان هذا الرجل فقيرا دفع إليه النبي صلى الله عليه وسلم، دفع يعني أعطاه هذا التمر وقال له: أطعمه أنت وأهل بيتك. وهذا أيضا يجوز للشخص إذا كان فقيرا أن يأكل من الكفارة بهذه النية، وخصوصا إذا كانت الكفارة قد جاءت من بيت المال المسلمين أو من الجمعيات الخيرية، يعني وقع على امرأته فذهب إلى الجمعية الخيرية وقال لهم: يا جماعة أنا أريد أن أطعم 60 مسكينا ولكن ما عندي. فأعطوه وقالوا له: خذ هذا المال، مثلا $200 $300 ما يكفي إطعام 60 مسكينا. فقال لهم: والله أنا فقير يا جماعة وما عندي شيء أكله، وبيتي ليس فيه إفطار، ووضعي صعب جدا، هل ممكن أشتري به مقاضي أكله أنا وأهل بيتي 60 مسكينا؟ جاز لهم ذلك أن يعطوه، ويكون بهذا قد ارتكب إثما وتاب وأخذ مالا واشترى به بضاعة ثم أكل هو أهل بيته 60 مسكينا. هل رأيتم شريعة أسمح وأفضل وأكرم من هذه الشريعة السمحة التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم، وقبل ذلك أنزلها الله عز وجل علينا؟ من هنا نعرف أن الله سبحانه وتعالى أنزل إلينا هذا الكتاب هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. ومن هنا نعلم ما معنى قوله تعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. قصة أخرى: كان النبي صلى الله عليه وسلم مسافرا، ووجد الصحابة قد اجتمعوا على رجل قد سقط على الأرض، فقال لهم: ما هذا؟ قالوا: سقط على الأرض يا رسول الله. قال: ما له؟ قالوا: صائم. فقال عليه الصلاة والسلام: ليس من البر
الصيام في السفر، ليس من البر الصيام في السفر. شايف الآن الصيام مع درجته العليا وحسناته العظمى، الصوم لي وأنا أجزي به، كل هذا ليس من البر. نعم، إذا كان الصوم يشق عليك وأنت تصوم وهو شاق عليك يضرك، فإن هذا ليس من البر، ليس من البر الذي يتسابق إليه ويتسارع إليه، فإن هذا ربما يكون أيضا إثم، لأن الله تعالى يقول: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. إذا كان الصوم يضر بجسدك فإنه لا يجوز لك أن تصوم، يجب عليك أن تفطر. وهنا بعض الشيبان وبعض العجز من النساء حينما يبتليها الله عز وجل بمرض أو يبتليه يرفض أن يصوم ويرفض أن يفطر من خلال ما تعودت نفسه من الإقبال على الطاعة، فإن النفس تكون حقيقة صعبة أن تترك الطاعة وتهدم ما كانت تعمله أكثر من 60-70 سنة، فيبتلي الله عز وجل هذا ليعلم مدى الطاعة. لأنك أنت كما أنك تطيع الله في العزائم يجب عليك أن تطيعه أيضا في الرخص، وهذا كمال الخضوع لله عز وجل. شوفوا يا إخواني، هذا معنى دقيق جدا. أنت كما أنك إذا قيل لك صلي تصلي، حينما يقال لك اترك الصلاة في هذا الموطن لابد أن تتركه. لا صلاة بعد العصر حتى تطلع الشمس، حتى تغيب الشمس، ولا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس، اترك الصلاة. لاحظت؟ فإذا قيل لك أيضا أنت مريض لا يجوز لك أن تصوم، الطبيب يقول الصوم يضرك، عندك أجهزة تتضرر بالصوم، نسأل الله السلامة والعافية، اللهم عافنا ولا تبتلينا، فوجب عليك أن تطيع الله سبحانه وتعالى ولا تؤذي نفسك، وعليك أن تأخذ بالرخصة التي أمرك الله عز وجل بها. لذلك صح عن رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم قوله: إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى عزائمه. إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه. نعم، الله عز وجل يأمرنا كما شرحنا لكم أن نأخذ بالعزائم، في حين الأعذار يجب علينا أيضا أن نأخذ الرخص الله سبحانه وتعالى ونتقرب بها إلى الله تبارك وتعالى. لذلك كان الصيام في السفر ليس من البر، فمن كان يطيقه ولديه قوة جاز له أن يصوم، ومن كان لديه ضعف فيجب عليه أن يفطر، ومن كان وسط بين هذا وبين هذا تقول له الشريعة: خذ برخصة الشريعة وبرخصة الله عز وجل لك، فإن في هذا فيه لك الأجر والثواب، ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. هنا يحصل جدل مع الناس، يقول لك: أنا يا أخي لا أستطيع أن أقضي، وربما لا يتيسر لي القضاء أو شيء من هذا القبيل، فيقال له: خلاص، إذا أنت لا تستطيع أن تقضي، لكن من يستطيع أن يقضي فعليه أن يأخذ بالرخصة يا جماعة. فمتى إذن ستؤخذ الرخص؟ هنا حتى لو كان السفر بالطائرة، حتى لو كان السفر في أماكن مريحة، فإن الواجب والمستحب والأفضل أن الإنسان يأخذ بالرخصة التي شرع الله عز وجل له إياها. نعم. وقد شهد النبي صلى الله عليه وسلم في معركة الفتح وكان صائما، وقيل له أن قوما صاموا وأضعفهم الصوم، فقام صلى الله عليه وسلم وشرب اللبن أو الماء بعد العصر، وبقى ناس قد أكملوا صومهم، فقال عليه الصلاة والسلام: أولئك العصاة، أولئك العصاة. إذن كان عليهم أن يأخذوا بالرخصة التي أخذ بها الرسول الكريم صلى الله عليه وآله وسلم.
فليست الرخصة بأقل من العزيمة، فعلينا أن نأخذ بالرخص كما يجب علينا أن نأخذ أيضا بالعزائم. خلاصة درسنا اليوم إخواني أخواتي أن هذا الدين فعلا هو دين يسر، ودين السماحة، ودين السهولة، ولله الحمد. رفع الله عز وجل عنا الأغلال التي كانت في الأديان السابقة والأقوام السابقة، ورفع الله عز وجل عنا الإصر، وجعلنا سبحانه وتعالى جعل لنا دينا سهلا ميسرا من أجل أن يدخلنا ربنا الجنة بسلام، من أجل أن يدخلنا ربنا الجنة بسلام. فانظروا إلى ربنا الرحيم وهو يقول: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، يريد الله بكم العسر. وفي نهاية آيات يقول: فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. أسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم لمرضاته، وأن يفقهنا في الدين، وأن يعلمنا التأويل، وأن يرزقنا العمل به، وأن يرزقنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل، إنه ولي ذلك والقادر عليه. حتى ألقاكم في الأسبوع القادم، أترككم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم على نبينا محمد.